وكالعادة يا سادة، وزي ما عودنا نادي الزمالك دايما بيصنع الأهداف للآخرين. تعادل غير مستحق لفريق غزل المحلة. غزل المحلة كان يستحق الفوز على نادي الزمالك. شوط أول لنادي الزمالك، سيطرة واستحواذ في عدم وجود أي لاعب من غزل المحلة. نادي الزمالك بيسجل هدف للاعب أحمد ربيع في الدقيقة 38. وكالعادة وزي ما عودنا نادي الزمالك ان هو بيجيب هدف وما بيحبش يجيب الهدف التاني. بينزل الشوط التاني بيلعب لعب عشوائي، مش مهم انا كسبان هدف لحد ما يطلع لنا لاعب زي المهم يطلع لاعب من لعيبة نادي الزمالك ويصنع الهدف للفريق المنافس. هي دي عادة نادي الزمالك، وهو ده ملخص كل مباريات نادي الزمالك. مش مهم مين اللي بيصنع، المهم ان هو لازم صناعة الهدف تكون في الاساس من نص ملعب نادي الزمالك. يعني هدف غزل المحلة لو شفناه، يعني توقف في نص الملعب ولوحدك ومفيش حد معاك، والكرة جايه لك عالية وانت شايف ان انت مش هتقدر تستقبلها على دماغك. بتعافر في الكرة وعايز تلعبها بدماغك، بتعمل بيها اسيست للاعب المحلة عشان يسجل بيها هدف التعادل. بعد مباراة النهاردة اقدر اقول لكم بكل ثقة نادي الزمالك في قاع الدوري.